بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيديو جديد ويوم جديد عند الحمام، ويوم هيبقى ان شاء الله كله مفاجآت. هنفطم فيه زغاليل جديدة وهنشوف الزغاليل الجديدة، وفي حمام جديد باض لازم نفطم الزغاليل من تحتها، عشان كده مش هينفع نسيبها اول حاجة هنبص على الكتاكيت بتوعنا. بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ الله اكبر، اللهم صل على النبي، الله اكبر، ربنا يزيد ويبارك. شايفين يا جدعان؟ بسم الله ما شاء الله، مأكلينهم كل حاجة اهوتي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، قص جميل كده، ربنا يزيد ويبارك فيه يا رب، ربنا هتمنى منه خير. تعالى خلينا نكمل. بسم الله ما شاء الله، الجنب ده خلاص فضي، هيتملي تاني قريب ان شاء الله. تاني حاجه الزغلول العبس بتاعنا الجميل، الله اكبر، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ تاكلهم كويس يعني، الله اكبر، كويسين قوي. بسم الله ما شاء الله. مش كان النهارده الجو مطر والدنيا عندي مقلوبه هنا، بصوا سيول من الصبح عندي هنا النهارده. والحمام اتبهدل خالص، حاسب لازم اشيلك دي. استنى بس استنى، ايوه كده، لازم نسيب الحمام كده يرقد عشان يدفي الزغاليل. بسم الله ما شاء الله يعني. يلا خلينا نكمل. صراحة شايفين عامل ازاي، مع اني قفلت لهم الشباك. شايفين واقفين على الشباك ازاي، عاملين زي الغربان بالظبط. مش فاهم، انا تعبت منهم والله. يلا ما علينا، تعالى خلينا نكمل. بسم الله ما شاء الله، خش على القص الزواجل، اللهم صل على النبي، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. بص التاكل ده الجوز العطار هو اللي مأكلهم كده، جوز العطال اللي عندنا، الله اكبر. الجوز العطال دوتي بسم الله ما شاء الله. بحط لهم الزغاليل في اي عمر، بس بصراحه ما يكونش فيهم ريش، عشان هما لو كسوا ريش بيقعدوا يعضوهم. ده طبيعي، انت لو جربت تاخد فرد قص، يعني مثلا اي قص عندك مخرج واحده وواحده، لو خربت تاخدها في وقت متاخر بتلاقي الحمام بيعض فيها، لان هي بانت عياله، بيبقى عارف عياله، فاهمين ازاي؟ اما ده لسه صغيرين فهم ياكلوا كده كده. الزغلول اللي تحتهم مات، فهسيبهم تحت ابوهم ليه؟ وابوهم وامهم هنا بيبيضوا هنا. هما تقريبا برضو بدأوا يلموا قش جديد اهو زي ما انتم شايفين، وبدأوا يعششوا تاني عشان هيبيضوا تاني، الله اكبر. يعني خش بقى على الحلويات بتاعتنا، اللهم صل على النبي، الله اكبر. بسم الله كتكوت، حته كتكوته كده، شايفين؟ ده القص المراسلة على الجمعية ده، شيل دي دلوقتي. ده الزغلول بتاعهم، الله اكبر، ومدفينه كويس، لان طبعا الجو مطر زي ما انا قلت لكم، والدنيا عندي بايظه على الاخر. المطره ديت مبهدله الدنيا عندنا النهارده. اوريكم الشارع دلوقتي لو عرفت. ودول بقى الكتاكيت البلدي، شايف كله رفيع ازاي؟ مش فاهم ده، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، تحس انه بياكل اكل اخوه. شايفين التاكل؟ وده واكل برضه، بس المشكله انه رفيع قوي، مش فاهم ليه رفيع كده. يلا ما علينا، خلينا نكمل. خش بقى على الكتكوت الاسترالي بقى. ايه يا عم؟ الزغول ده هيطلع انتيك انا متاكد. عايزين ندور له على اسم يا جدعان نسموه ان شاء الله لما يطلع. بس الله اكبر، التاكل عامل ازاي ما شاء الله. عايزين ننضف تحتيه الطاجن، انا نضفت امبارح الاوضه كلها بس نسيت انضف الطاجن. يلا ما علينا، خلينا نكمل. دول بقى القص الجميل بتاعنا، القصين الجمال بتوعنا، الزاجل والشقلباز. عايزين يتفطموا، هنفطم زغاليل النهارده ان شاء الله. خلاص كسري، وريني انت كده، استنى يلا. يعني بس هما كده كده بدأوا يلقطوا مع الحمام، فاحنا نعزلهم فين؟ في عش الزوجية طبعا، ده كده كده. احنا الحمد لله يعني كده جوزنا القص الذكر الزاجل لنتالي ازاز. هو برضو ما خدهاش، مش عارف ايه الفكره. انا سبتها بقى، كذا حد قال لي سيبها، هي تنقي الذكر اللي هي عايزاه على مزاجها. هناك واقف في وسط الحمام هناك اهي، قال لي سيبها تنقي الذكر اللي هي عايزاه على مزاجها، فانا سيبها براحتها، والذكر اللي ياخدها كان بقى. طلعت هي ذكر، هنجيب لها انتاج. ودينا سايبينها اصلا. في لو خدت بالكم في حاجه جديده هناك في النص اهي، الحمام جابها. الفرد ده، فرد الازاز اللي هناك ده جاي من بره، معرفش بتاع مين، لسه جاي عندنا جديد. ما علينا، خلينا نرجع لموضوعنا. دول الحمد لله القص الاسود الجمعيه اهو، التاكيل بتاعهم زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. دول بقى اللي انا كنت خايف عليهم بصراحه من الهوا. شايفين حته مفتحه من هنا، وطبعا المطره كانت النهارده، عشان كده ما طلعت لهمش خالص إلا لما الجو صفر وهدي خالص، لان الشمس كانت رايحه والدنيا كانت بايظه خالص النهارده. فانا عشان كده بصراحه ما رضيتش اطلع عندهم فوق. انا خفت اطلع على يقوموا من على الزغاليل ولا يطيروا ولا حاجه، الجو برد يحصل لهم حاجه، فهي مش ناقصه. طبعا دول الحلويات اللي هنفطمهم. تعالى بوريكم حاجه جميله قوي. نتاشا الاباظ الجميله بتاعتنا باضت، بسم الله ما شاء الله، اول البشاير كده. نفطم بقى الزغاليل دي عشان تبدا ترد على البيض بتاعها. الله اكبر، كده بدا يطلع لنا انتاج تاني اهوت، بسم الله ما شاء الله. ودول يلا، هو ده بصوا منه لسه صغيرين، هم كبار في السن بس هم حجمهم اللي صغير، بس هم عموما كلهم بيلقطوا. وفي مفاجأة تاني ما قلتلكوش قبل كده، اوريها لكم دلوقتي هتعجبكم قوي، خليكم بس معانا. ده الشقلباز الاكول، ان شاء الله باذن الله يطلع زغلول انتيكا كده. ايه يا عم؟ بسم الله ما شاء الله، كانوا راقدين عليه والله بيدفوه دلوقتي، وانا لسه مقومهم حالا. يلا الحمد لله. ما تنسوش تتابعونا ان شاء الله عشان نقدم لكم كل جديد، والقناه بتاعتنا قربت توصل 1000 مشترك.
خلال اسبوعين الحمد لله فيديوهات كويسه، والمحتوى بدأ يعجب الناس، كذا حد شكر في المحتوى. وكان في سؤال حد سألوني من فتره نسيت اجاوب عليه في الفيديو اللي فات. كان في واحد قال لي تعالوا خلال الفيديو كده راح اوريكم حاجه كده جديده لسه جديده علينا. على فكره في قص بايت فوق هنا ومخرج جوز غليل برضو بطش، بس انا بقطعلهم شويه عشان مش هفضل اتنطط واطلع وانزل كل شويه. هوريكم حاجه تاني كده هتعجبكم قوي. عندنا في الاوضه اللي جنب ديتي في قص سايب الدنيا هنا بحالها وراح باض هناك. انا مش فاهم ايه الفكره، يعني ايه اللي عاجبك في الحته اللي هناك دي؟ شايفين بقى؟ هوريكم حاجه هتعجبكم قوي. بص بص ده ابنه، بص بقى، بص خرج يعني هو باض وخرج زغلول تاني وابنه لسه تحتيه. فده طبعا مش هينفع نسيبه اكتر من كده، ده لازم يتفتح. ما ينفعش يقعد اكتر من كده لان الزغلول الصغير ده مش هيرضى، هيموت منهم. فمش هينفع بقى نسيبه، واحنا هناخد الزغلول ده اهو زي ما انتم شايفين. نفطمهم بقى مع باقي الزغاليل ايه التانية. هنفطمهم فين؟ في عش الزوجية الجميل بتاعنا. خش يا معلم، يلا واحد، بسم الله ما شاء الله. تعالى يا معلم، الله اكبر. اتنين، خش، بسم الله ما شاء الله. تعالى الازازي ده، بس ما شاء الله، الله اكبر. الحمام عامل ازاي؟ ثلاثة، تعالى يا معلم، الله اكبر. أربعة، خش راح فين؟ هيبقى عندنا طريحة زغاليل بسم الله ما شاء الله جميلة قوي. وهنبدأ ننشهم اما يمسكوا نفسهم بس شوية كده، وهندشرهم فوق. وهوريكم الدشار بتاعنا، كل الامكانيات، كل حاجاتنا على قد الايد بصراحة. نقفل بس عليهم عشان محمد يخش يعضهم. انا لسه بادئ جديد وما اكدبش عليكم، ما عنديش امكانيات ان انا واشتري سلكات والحاجات دي كلها. فانا قلت ابدا بالامكانيات اللي عندنا. هوريكم الدشار اللي عندي، ودي الاكله اللي انا عاملها على ايديا اصلا. انا اللي عامل العلافه دي على ايدي طبعا، مسقه كده كده عادي طبيعي، واللخنان والحاجات دي كلها. ان شاء الله اجيب سلكات قريب اجيب سلكات، بس مش دلوقتي، بظبط الدنيا. استنى بس لما نحط لهم شويه اكل عشان يلاقوا حاجه ياكلوها، يعني مش هينفع نسيبهم من غير اكل. استنوا ثانيه واحده، نحط لهم الاكل بتاعهم ونظبط لهم الدنيا. خش، والمسقه بتاعتهم هجيب لهم ميه دلوقتي، بس بعد ما اخلص الفيديو عشان نظبط الدنيا. المهم اوريكم الدشار بتاعنا الاول. وكان في كده موضوع كده انا قفلت عليهم همتي ياكلوا ويشربوا. عايزين بقى نغطي الكلفه دي عشان الحمام ده بيجي يبوظ الدنيا. بس كده. الاول كنت عايز اجاوب على سؤال حد ساله لي، بعد كده اوريكم الدشار بتاعنا. في واحد كان سالني بيقول لي على كده انت بتكسب من الحمام دي او المشروع بتاعك ده بيكسب؟ والله بص يا اخويا، بتختلف من واحد للتاني. يعني انا مثلا واحد بحب الحمام، انا من وانا في 6 ابتدائي، يعني انا عندي 12 سنه او يمكن 11 سنه بربي حمام. انا فاكر اول حاجه عملتها كنت واخد عيديه العيد بتاعتي ورحت حوشت وما رضيتش اجيب مسدسات زي ما بنعمل طبعا كلنا احنا صغيرين عشان اشتري بقى جوز حمام، واشتريت جوزين حمام ساعتها. وخالتي ادتني واحد ثالث قالت لي خد طالما انت عايز تربي. ادتني واحد ثالث كده هديه، كان كله حمام بلدي. ربيته وخليته عندي لحد ما كبر وبقى عندي. شوف الحمد لله انا لحد دلوقتي عندي 23 سنه من ساعتها وانا بربي حمام. محدش يسالني بقى طبعا الحمام ده عندك قليل ليه والجو ده كله، لا انا كنت في الجيش وكنت في الجامعه فما كنتش فاضي ان انا اعمل كده. فالمهم هو سالني، راح قال لي قال لي انت بتكسب منه؟ انا ما بربيش حمام عشان اكسب منه، انا بربيه عشان انا غاويه وحبه. انا اللهم لك الحمد، الحمام بتاعي كذا مره عي مني ومات كله وجبت تاني. مره جات له الروشه ومات مني كله، لان انا طبعا مربي سايب وكله عارف ان السايب الامراض بتنتقل فيه بسرعه قوي، لازم تلحقه من اول وجديد. وانا كنت صغير ما كنتش فاهم، ومع ذلك ربيته تاني وكترته وجبت حمام تاني. فهي الفكره مش في ان انا اكسب منه، الفكره ان انا بحب اربي حمام. انت ممكن تكون مربي عشان تكسب منه، اما انا غيرك، انا بربيه عشان انا حابب الحمام وانا حابب تربيه الحمام. حاجه زي كده انا برتاح لما بطلع اقعد فوق، ان انا اسمع صوت الحمام كده زي ما انتوا بتشوفوا كده، شايفين الذكر بيزوف ازاي لما يكون نتايه بيض الجديد، لما يكون مثلا الحمام خرج ولا حاجه، دي حاجه بتبسطني، انا ببقى مبسوط منها. فانا عشان كده ما ببصش للربح بتاع الحمام، انا ببص لان انا بربي حاجه او بحب حاجه فبعملها. انا بعمل حاجه انا بحبها، فاهم النقطه؟ وعموما يعني دي حاجه ترجع لك انت بس. يعني هنزل فيديو ان شاء الله، لو عايز تكسب من الحمام بتاعك هنزل لك فيديو ازاي تكسب من الحمام بتاعك. كذا فكره كده انا كنت عاملها وان شاء الله انفذها بعدين. مش هخسر حاجه لما اكسب منه،
انا بحب اربيه وفي نفس الوقت اكسب منه، انا مش خسران حاجه كده كده. فانا هنزل فيديو ان شاء الله للحمام، وايه الانواع اللي ممكن تجيبها مثلا تخليك تكسب، وايه الانواع الكويسه. وكل مره ان شاء الله ننزل فيديو نقدم فيه نصيحه مختلفه، مره عن حمام التحضير، مره عن حمام العطال، مره عن ان انت تنقل بص عموما هنجيب كل التفاصيل، هتيجي واحده واحده. بس اهم حاجه ما تنساناش بالاشتراك في القناه، عشان عايزين نوصل 1000 مشترك ايه في اقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله خلال الاسبوع ده نوصل 1000 مشترك. وعايز كله يدخل يدعمني بكلمه كده، ولو في حاجه عندي غلط ولا حاجه ناقصه كله يخش يقول لي، وانا كده كده بقبل راي اي حد وبقبل راي الناس كلها بصراحه. فانت خش قول لي ايه رايك في المحتوى بتاعه، ايه رايك في الحمام بتاعه، واديني نصيحه ليا، نصيحه من اخ لاخ يعني، عادي ما عنديش مشكله. فانت ادينا بس اهم حاجه كده اشتراكك الجميل واحلى لايك كده من عندك، ولو تعرف تعمل لي نشار يبقى ظبطت الدنيا معانا يا حبيب اخوه. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بصوا يا جدعان بوريكم الدشار بتاعنا، ده الدشار بتاعنا. جبت قفص عيش وقفص عادي واحطه فيه، دخل الزغاليل واقفل عليهم من هنا كويس عشان ما يطروش، وبعد كده بطلع احطهم عندنا هنا فوق، هنا جنب الاوضه اللي انا بربي فيها على طول. بحط الحمام هنا مره، وبحطه فوق خالص مره، افضل انقله من مكان لمكان، ومره بحطه في البلكونه بحيث انه يبقى شايف ايه الشباك، في نفس الوقت شايف الجو حواليه عشان يحفظ المكان. وبسيبهم 3 ايام ولا 4 ايام مدشرين، بعد كده بسيبهم في الاوضه عادي مع الايه، مع الحمام الكبير. هو بيطلع ويدخل مع الحمام